كلمة النائب أشرف ريفي. مساء الخير جميعا. صوتي مبحوح شوي بس اصريت شارككم بهالمناسبة هاي، بس صوتي دائما عالي ان شاء الله اذا الله راد. فخامة الرئيس أمين جميل، سعادة الشيخ سامي جميل، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، أيتها الكتائبيات، أيها الكتائبيون قيادة وقاعدة، أيها الحضور الكريم، يسعدني اليوم أن أشارككم مؤتمركم هذا، وهو المؤتمر العام 32 لحزب الكتائب اللبنانية. ونحن إذ نشارك في هذا المؤتمر نؤكد أننا نسير معا كلبنانيين نحو هدف واحد، وهو لبنان أولاً. نعم، لبنان أولاً. أي لبنان 10,452 كيلومتر مربع. لبنان السيد الحر المستقل على كافة أراضيه بقيادة دولة لبنانية حرة سيدة مستقلة. وطننا لبنان هو السيد على الجميع ولا أسياد عليه. نعم، لا أسياد على وطننا لبنان. من مدينة طرابلس أنقل إليكم أطيب التحيات، وأؤكد أن طرابلس هي مدينة وطنية لبنانية تمد يدها إليكم وإلى كل الوطنيين اللبنانيين. أعبر عن سعادتي أن أشارك اليوم في مؤتمركم هذا للحزب اللبناني العريق، حزب الكتائب اللبنانية، حزب الرئيس الشهيد بشير جميل. وحزب الوزير الشهيد بيير جميل، وحزب الرئيس الواعد سامي جميل، الذي نشد على أيديه ونراهن عليه في مسيرته الحزبية وفي مسيرته الوطنية. يمر وطننا لبنان اليوم بأصعب ظرف عاشه في تاريخه، فتحالف السلاح والفساد طوق عنق الجمهورية وقطع عنها كل سبل الحياة حتى بات الوطن على مشارف الانهيار. هذا التحالف الشرير الذي أكل الأخضر واليابس. يتوهم قادة هذا المحور الشرير أننا رح نرفع العشرة، ويتوهمون أنهم استنزفوا قدرة اللبنانيين على الصمود، ويحاولون مرة جديدة أن يفرضوا علينا رئيساً وحكومة على وقع الفراغ والانهيار والتهديد. إنهم يسعون إلى إيصال ألعوبة ودمية على كرسي بعبدة ليستمروا في خطف هذا الوطن وارتهانه والوصاية عليه. من هذا المؤتمر الوطني الحزبي نؤكد على انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، ونؤكد أيضاً على ثبات المعارضة في رفض الرئيس الدمية الفاقد للقرار، ونؤكد على رفض تكرار السنوات الست العجاف التي أعادت لبنان 60 سنة إلى الوراء. نحن جيل عرف لبنان في حلوه ومره. لقد كان لبنان أيقونة الشرق، فحوله محور الشر إلى معسكر للإرهاب ومعمل للسموم والكبتاغون ومساحة للقتل والتهديد. لن نرضى أن نترك لأبنائنا وطنا بهذه المواصفات. لقد خدمنا في الأمن وأيقنا أن القوة التي يتبجح بها حزب الله هي وهم، ولطالما رددت إن قوة حزب الله وهم صنعه ضعفنا. إن قوة حزب الله وهم صنعه ضعفنا. وأكيد أعني ضعف بعض القيادات ب 14 آذار بكل أسف. ثقوا أننا والشيخ سامي جميل وكافة القيادات السيادية الوطنية الحرة سنعيد لبنان ليكون منارة الشرق وأيقونته.
نحن لبنانيون بما تعنيه الكلمة، نحن وطنيون بما تحمله الكلمة من مسؤولية، نحن سياديون بما تطلبه السيادة من تضحيات. سنناضل حتى تحقيق السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على كل التراب الوطني. نحن رجال بكل ما تعنيه المسؤولية الوطنية، بالإذن من السيدات الموجودين هون حكما بالمعنى مش الذكري والأنوثية يعني. نعم، نحن قادرون على ذلك بالتوافق والتفاهم والتفاعل الإسلامي المسيحي، فوحدتنا الوطنية هي التي تحمي وطننا كما يحمي السلاح الشرعي والأمن الشرعي فقط كافة الأوطان. بموضوعية أقول لقد نجحت قيادة حزب الكتائب في التناغم مع المتغيرات الوطنية، ونحن على ثقة أن هذه القيادة ستكون على قدر المسؤولية في تلبية المتطلبات الوطنية والشعبية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. في هذه المناسبة وهذا اللقاء أعود فأقول إن واجبنا هو التعاون الراسخ والمتين على تثبيت ثقافة التفاهم والتعاون على أسس تضمن استقرار لبنان بجناحيه الإسلامي والمسيحي، لما فيه خير الوطن والمواطن، ورفض كل نهج وسلوك يهدد صيغتنا المميزة ويهدد مكوناتنا التي نحترمها جميعها دون استثناء. أولوياتنا انتخاب رئيس للجمهورية إنقاذي سيادي إصلاحي. أولوياتنا إقامة العدالة، وخاصة لشهداء المرفأ وكافة الشهداء الذين اغتيلوا غدرا وإجراما. فهل يعقل أن يهدد القاتل أهل الضحية ويهدد القاضي ويهدد رجل الأمن ويبقى يسرح ويمرح دون حساب أو عقاب؟ وفقكم الله في هذا المؤتمر ونحن إلى جانبكم. عاشت القوى السيادية الوطنية، عاش حزب الكتائب اللبنانية، عشتم وعاش لبنان.